مرحبا لكل متابعينا، شلونكم؟ يا رب تكونون بألف خير. اليوم إن شاء الله بهذا الفيديو راح نحضر طريقة عمل القيمة النجفية بطريقة مطبخ أكلات بصراوية. راح نبدي وياكم المكونات. عندي حمص منقوع لمدة ليلة كاملة، وأيضا نصف كيلو من اللحم، يجب أن يكون اللحم بدون عظم، و4 ملاعق من المعجون، 4 ملاعق كبيرة، حبتين من البصل وبصل مفروم ناعم. وعندي أيضا البهارات الصحيحة، ورق قار وقرنفل وكبابة وهيل. وعندي أيضا ملعقة صغيرة من الهيل والقرفل وبصل مطحون والكمون وفلفل أسود، بهارات مشكلة وملح، زعفران، وربع كوب من الزيت. حبيت أنوه إنه هذا الفيديو راح يكون طويل، يلا نحضر الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. في قدر على النار راح أضيف الحمص وراح أضيف اللحم، وبعدها راح أضيف الماء وراح أترك الحمص يسلق مع اللحم. أثناء سلق الحمص مع اللحم راح تطلع عندي هذه الزفرة، أتخلص من عندها وراح أشيلها مثل ما تشوفون بالفيديو. بعد ما شلت كل الزفرة راح أضيف حبتين بصل صحيحة مع ورق القار والقرنفل والكبابة والهيل، وأضيف أيضا كمية من الماء حتى يستوي عندي اللحم مع الحمص أثناء السلق. هنا بعد ما استوى عندي الحمص مثل ما تشوفون، شوفوا شلون مستوي، وأيضا عندي اللحم. طبعا إذا شفتوا عندكم اللحم من تشوفونه بهالطريقة هذه، باعتبار عندكم استوى كلش زين. هسه راح أصفيه بمصفى اللحم مع الحمص، وراح أشيل ورق الغار والبهارات الصحيحة والبصل اللي أضفتهم. بعد ما شلت البهارات الصحيحة راح نبدي ندرخ الحمص مع اللحم. أنا ما عندي المدراخة فاستخدمت هذه الهراسة، جدا مفيدة، وطريقة الدرخ أو الهرس راح تشوفونها بالفيديو جدا واضحة. هنا حبيت أراويكم بعد ما هرسنا الحمص مع اللحم شلون أصبح عندي بكتلة واحدة. طبعا هي القيمة معروفة بخيوط اللحم، فيكون هرسها بهذه الطريقة. لطبخ القيمة النجفية في قدر على النار راح أضيف ملعقتين من السمن النباتي وربع كوب من الزيت. طبعا السمن النباتي هو اللي راح ينطيني طعم القيمة النجفية. بعدها راح أضيف بصل مفروم ناعم وراح أحمس البصل. بعد ما حمست البصل مثل ما شفتوا بالفيديو، راح أضيف البهارات اللي ذكرتها في البداية مع المكونات، وراح أحمسهم أيضا مع البصل.
وبعدها راح أضيف المعجون 4 ملاعق كبيرة من المعجون، وراح أحمسهم كلش زين حتى تطلع عندي كل الريحة مالة المعجون. أني حاولت أسرع لكم شوي بالفيديو، بس الطريقة جدا واضحة أمامكم، إن شاء الله تستفادون من عندها. بعد ما حمست المعجون كلش زين راح أضيف الحمص واللحم اللي هرسناه، وراح أحمسهم أيضا كلش زين. هذه الخطوة جدا مهمة. هسه بعد ما حمست الحمص واللحم ويا المعجون كلش زين وتجانست عند جميع المكونات، راح أبدي أضيف ماء السلق، ماء سلق الحمص مع اللحم اللي صفيته، وأستمر أيضا بالتحريك. يجب أن تكون حركة مستمرة مع إضافة الماء. انتبه أنه ما تلتصق عندي بالقدر. مثل ما تشوفون أضيف الماء وأستمر أيضا بالتحريك. مثل ما تشوفون أنا مستمرة بالحركة حتى ما تتكتل عندي. هسه راح أضيف نصف كمية الزعفران، وأيضا أستمر بالتحريك، وراح أضيف بقية ماء السلق. أني طبختها فقط بماء السلق اللي صفيته. وهسه بعد ما ضفت كل كمية ماء السلق عندي وأني مستمرة بالحركة، راح أضيف ملعقة من نوع بصرة مطحون وفلفل أسود والهيل وبقية ماء الزعفران. طبعا ماء الزعفران هو اللي ينطيني نكهة القيمة النجفية، فجدا مهم إضافته. أستمر بالتحريك حتى تتجانس عندي جميع هاي المكونات اللي أضفتها، وبعدها راح أتركها على نار متوسطة إلى أن تغلي عندي. هنا مثل ما تشوفون بدأت تغلي عندي وكسرت عندي دهن. هسه راح أتركها على نار هادئة إلى أن تثخن وأقدمها. هنا طبخت الرز مع الزعفران.
هنا حبيت أراويكم القيمة النجفية بعد ما كملت عندي، وحبيت أراويكم خيوط اللحم. طبعا إيش قد ما تحبونها ثخينة خلوها على نار هادئة راح تكون أثخن. ومثل ما تعرفون طبعا دائما القيمة النجفية تكون للثواب في أيام عاشوراء، فأتمنى إن شاء الله تكون هاي الطريقة تنال على إعجابكم. وصفتنا لليوم القيمة النجفية أصبحت عندي جاهزة من أطيب وأنجح الوصفات. أتمنى إن شاء الله تجربونها وراح تطلع طيبة وياكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك والاشتراك بالقناة إذا كنتم أول مرة تزورون قناة مطبخ أكلات بصراوية، واكتبوا لي آراءكم بالتعليقات. وعلينا وعليكم بألف عافية، أترككم بحفظ الله وأشوفكم بالفيديو الجاي.